هلو، ويلكم باك تو ماي شانل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 بجد، وحشتوني قوي قوي قوي. الناس اللي على اليوتيوب وحشوني قوي، وفيديوهات اليوتيوب وحشتني قوي، وكل حاجه ليها علاقه باليوتيوب وحشتني قوي بجد. انا بقالي كتير قوي 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 ما وقفتش قدام الكاميرا وصورت فيديو لليوتيوب بالذات. تابعيني على اماكن تانية هيلاقوني بنزل دايما باستمرار في الانستجرام، في التيك توك، في كل حته باستمرار. بس اليوتيوب يا جماعه بياخد وقت ومجهود وطاقه رهيبه عشان نصور. اصلا الحاجات التانية لوحدها متعبه، اصلا التصوير على الحاجات التانية متعبه، فالتصوير على اليوتيوب بقى زياده تعب اكتر، عشان في سيتنج بيتظبط باحترام، في كاميرات بتتحط، في لايت بيتحط، في مونتاج بيتعمل بالساعات للفيديو عشان يتظبط. فبجد بياخد وقت ومجهود وطاقه كتير جدا، وانا كنت مشغوله جدا الفتره اللي فاتت، ما كنتش بلحق اصور لليوتيوب. بس رجعت تاني لان بجد انا بحب اليوتيوب قوي، وهو اول حاجه انا بدات عليها، وان شاء الله ناوي اكمل عليها، لان هو اكتر حاجه شجعتني ان انا ابدا اعمل كونتنت، وباستمرار ان شاء الله هننزل فيديو كل اسبوع. والنهارده اول فيديو لينا 1/11، النهارده مش 1/11، النهارده 29/10، فانا بصوره قبلها بيومين عشان الحق ادي نفسي وقت ان انا امنتج وانزل الفيديو، وان شاء الله هينزل في ميعاده. فانتوا لو بتشوفوا الفيديو ده في ميعاده شجعوني بقى في الكومنت. فانا قررت ان اخر شهرين في السنه دول انا هركز على نفسي وعلى صحتي، وان انا اعمل كل حاجه تطور مني انا. فاولهم انا هبدا ان انا اكون صحيه قوي على قد ما اقدر ان شاء الله. اخر شهرين دول هاكل صحي، هشرب صحي. فاول حاجه النهارده احنا هنصور فيديو ليه علاقه بده، بس لما نروح اللوكيشن بتاع التصوير او لما اجهز كل حاجه هبدا احكي لكم انا هعمل ايه النهارده. فبدون دخل رغي كتير عشان انا شكلي كده رغايه، او انا الصراحه بحب اتكلم معاكم قوي قوي في اليوتيوب بالذات. يلا بقى على طول نروح للفيديو اللي هصوره النهارده ونعمل السيتنج، واحنا بنظبط الحاجات هتكلم معاكم هناك. يلا بينا. هلو، رجعت لكم تاني انا وملبن. اتفضلي. شكرا جدا. ممكن اصور؟ هلو، رجعت لكم تاني. تعالوا بقى نصور الفيديو بتاعنا وهقول لكم الفيديو عباره عن ايه. طبعا انتوا شايفين قدامي 3 اطباق فيهم حاجات غريبه، فتعالوا اشرح لكم ايه دول. يا جماعه انتوا عارفين الحاجات اللي بيعملوها، اللي بتلاقوها دايما على الانستجرام والتيك توك، اللي بيعملوها الاجانب والكلام ده، اللي هو الجينجر شوتس والجرين جوس والكلام ده، انا عمري ما جربته، ودايما بحس ان هو حاجه صحيه جدا. فقررت ان انا اجرب معاكم اغلب الانواع المنتشره، واقول لكم فعلا هل الموضوع ده اثر بعد 20 يوم من الاستمراريه على ان انا استخدمه، ولا ما اثرش معايا في اي حاجه. فانا هعمل 3 عصاير مختلفه من العصاير اللي هي المفروض صحيه، اللي هي المفروض بتحسن المناعه، في حاجات منها بتخسس، في حاجات منها بتحسن الجهاز الهضمي جدا، وكده كده كلهم بيعلوا المناعه جدا. وطبعا نقاء البشره، وان هم الحبوب اللي في وشهم بتروح خالص، ما بيطلع لهمش حبوب، او البشره بتبقى احسن كتير. ده كل كلام الناس عن الموضوع. فانا هعمل النهارده 3 عصاير مختلفه. اول حاجه هعمل جينجر شوتس صغيره، عباره عن ايه؟ عباره عن الجينجر اللي هو جنزبيل. اول حاجه انا كنت بقشر الجنزبيل فطلع بطاطسايه، دي مش بطاطسايه والله، ده جنزبيل. بس انا بعد ما عملت سيرش كتير وشفت فيديوهات كتير اكتشفت ان كل الناس مش بتقشره، بتغسله بس وتقطعه كده، فقشرت واحد وسبت واحد، فده مش بطاطسايه، دي جنزبيل. تاني حاجه بقى ليمون، اوكي، واخر حاجه برتقان. فهو الجينجر شوت بيبقى عباره عن ال3 دول، ليمون وجينجر، وناس بيحطوا برتقان وناس لا، بس انا هحط برتقان عشان ايه؟ يهدي من طعمه ما يبقاش اوفر قوي. ده مش جوس، مش عصير، مش هنشرب كوبايه كبيره، ده شوتس، يعني كوبايه قد كده صغيره بتتشرب كل يوم الصبح. في ناس بتشربها على الريق وناس ما بتشربهاش على الريق، اوكي. ده هنعمله مع بعض. تاني حاجه هنعمله الجرين جوس، ده بقى عصير اللي هو العصير الاخضر، وده اكيد انتوا بتشوفوه. في ناس بتحط فيه خضره كتير قوي، بس انا هحط فيه ايه، او اغلب الناس اللي انا شفتهم بيحطوا فيه ايه، وانا جمعت كل الحاجات. خيار، اوكي، وبنحط فيه جزر، وبنحط فيه برده جينجر، جنزبيل تاني، وليمون، مقشره الليمونه، سوري عادي جدا، وتفاح اخضر، اوكي. وانا افتكست وكان عندي كيوي، فقشرت 2 كيوي وهحط 2 كيوي. ما حدش خالص بيحط كيوي، بس انا بحس ان الكيوي صحي وحلو، فانا هحط فيه كيوي بما ان هو جرين جوس وكل حاجه خضره في خضره. وكمان هبقى اوريكم في الاخر، بس انا حاطه هنا بقى سبانخ وجرجير وكرفس، اوكي.
واخر عصير هنعمله مع بعض، او ده اول حاجه هنبدا بيها دلوقتي اصلا. فيلا واحنا بنقطع. بصوا يا جماعه السكينه دي انا لسه جايباها جديده، حلوه قوي قوي قوي، حلوه قوي، وكنت اتكلمت عليها في التيك توك وناس كتير سالوني عليها وبتاع، بس هي بجد حلوه قوي. العصير ده بقى عباره عن ايه؟ شمندر بالبرتقال. في ناس بتجيبه من بره، واعتقد ان هو بيتعمل بره، وفي بعض دول الخليج هو بيتعمل في ستاربكس اللي احنا حاليا مقاطعينه المفروض. لكن عندنا في مصر هنا مش بيتعمل، مش اعتقد مش موجود عندهم. انا عمري ما سالت عليه، بس هو مش موجود في مصر يعني. جماعه كنت عايزه اقول لكم حاجه، ان انا بحب اليوتيوب جدا، واول حاجه بدات عليها عامه هي كانت اليوتيوب. اول ما بدات انزل فيديوهات، اول ما بدات اعمل كونتنت كان على اليوتيوب، لان انا بحب اليوتيوب اكتر واحد فيهم، وبحب الفيديوهات الطويله، وبحب اتفرج على فيديوهات في اليوتيوب. في ناس ما بتحبش ده، لان انا دايما بحس ان اصلا الناس اللي على اليوتيوب مش هم اللي على التيك توك، ولا هم اللي على الانستجرام. كل بلاتفورم عامه ليها الفولورز بتوعهم، او ليها الناس بتوعهم. انا بقى كنت من الناس اللي بحب اكتر حاجه اليوتيوب، هو اول واحد بدأت عليه، وبصراحة يعني كانت بداية حلوة وموفقة. ولكن بقى اللي حصل ان انا ما كملتش، استعبطت. انا حاسة ان البرتقال قليل، بس خلاص بقى الصراحة يعني ممكن نسرق من هنا حتة برتقانة، بس ايه. فالحمد لله لما بدأت على اليوتيوب كانت الفيديوهات يعني حلوه، وبدا يبقى ليا فانز وبتاع. انا ما قدرتش الصراحه استمر، بالرغم من ان انا صحابي بيقولوا لي ان انا يعني نفسي طويل كده وبقدر اكمل، وعدت نفسي ان انا لازم ارجع تاني. وكانت من اهداف السنه دي 2023 ان انا اكمل في اليوتيوب، بس انا ما كملتش. انا لسه بادئه دلوقتي بجد من اول السنه، صورت فيديو واحد وده تاني فيديو، واحنا في اخر شهرين في السنه. انتاج ممكن مناديل، شكرا. احلى انتاج ده ولا ايه؟ الانتاج صارف يا جماعه. اول جوس لينا، في ناس بتحط عسل، بس انا مش مع العسل خالص، ومش من محبين العسل ولا السكر ولا الكلام ده. بحب اشرب الحاجه بيور زي ما هي. يلا بينا نضرب لحد ما البن ما يعمل لكم فقره الرقص المشهوره. ده المفروض خلاط بيضرب التلج، فهو المفروض هيضربه كويس قوي، لان هو المفروض خلاط مخصوص عشان ضرب التلج وبتاع. طبعا احنا لو عايزين نعمله سموزي هنزود معاه تلج وهيطلع خطير، بس انا عايزه ادوقه كله في الاخر معاكم، فهحط التلج في الاخر ككيوبس تلج. انا بقى مختلفه مع رنا اختي على حاجه، ان هي بتقول لي لازم اصفيهم كلهم، وانا حاسه ان الفايبرز اهم حاجه في كل المشروبات دي. الفايبرز مفيده، ليه نفصل الفايبرز؟ وهما كل الناس اللي بيعملوه بيفصلوا يعني بيصفوه، بس انا حاسه ان ده عصير يعني مش لازم اصفيه. يا جماعه هنحطه هنا دلوقتي. بقى المهم الاصعب ان انا انزله هنا من غير ما يطرطش على القاروره عشان يطلع شكله حلو. تاتا، ده اول مشروب معانا يا جماعه. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. طوينا على جنب عشان في الاخر هندوق التلاته مع بعض. دلوقتي هبدا اعمل ايه؟ الجينجر شوتس، لان الجرين جوس ده هياخد مننا وقت كتير قوي ومجهود. هنقطع الجينجر. كل اللي بيعمل الجينجر شوتس دي بيقول ان هي طبعا مما لا شك فيه ان هي حاجه بتقوي المناعه قوي قوي، وطبعا احنا محتاجين حاجه زي كده قبل الشتاء، فحاسه ان هو هيفرق قوي. فاحنا هنكتر الجينجر شويه في المشروب، لان هو اسمه جينجر شوت. ليمون، هحط ليمونتين. يا جماعه معلش عذرا لو سمعتوا اي اصوات غريبه من القطط بتوعي، فعشان ده نظرا ان انا عندي 4 قطط، مش عندي قطه ولا قطتين ولا 3، عندي 4 قطط. واللي متابعني في الاماكن التانية هيعرف ان انا عندي 4 قطط. بحاول احبهم او اسربهم. ايه يعني اللي عايز قطه ما يكلمنيش عشان انا بتبرع بيهم. اوكي خلاص انا رجعت في كلامي. هنقطع البرتقال. كمان حاطه جنزبيل كتير قوي، نحط ميه كتير على فكره. يا جماعه ده كانت تجربه حاجه بصورها في التيك توك واتحرقت الحمد لله، عشان انا اتشغلت معاكم. عرفتوا بقى انا ليه بركز في مكان واحد. يلا الحمد لله يعني كان فيديو وراح. بصوا يا جماعه انا اكتشفت حاجه كنت ناسياها، ان هما بيحطوا كمان في فلفل اسود وكركم. اول حاجه هنحط كركم، انا يعني مش فاكره ليه الصراحه، بس هو الكركم مفيد قوي، فاحنا هنحط معلقه واحده كركم.
نص معلقه او ربع معلقه فلفل اسود. ليه؟ عشان الفلفل الاسود بيأكتيفيت ان الكركم يشتغل. هما بيصفوه في حاجات اضيق من كده بكتير، بس انا هصفي في المصفى دي عشان شايفه ان ده انف. بصوا يا جماعه صفيته كله هنا تمام. الموضوع خد وقت كتير قوي ومجهود كتير قوي الصراحه. مهم ان انا دلوقتي هحاول اصبه من هنا لهنا عشان دي الايه اللي هو هيفضل فيها، عشان كل يوم اخد منه شوط صغير. فتعالوا بقى نصب وربنا يستر من الحادثه اللي هتحصل دي. اوه تحفه. بس يا جماعه ريحته قويه قوي. ده مشروب الصحه والجمال. اوكي شكرا. اخر حاجه بقى يا جماعه، اخر حاجه، وانا حاسه الموضوع ده بقى هياخد مننا مجهود كبير قوي، اللي هو الجرين جوس. اول حاجه هنعمل خيار وجزر وبرده ليمونتين، معرفش ده هيبقى قليل ولا لا. التفاح الاخضر. وبعدين بقى انا حاسه ان التفاح الاخضر ده بقى الحاجه الوحيده اللي هتضيف لنا طعم محترم. ايه ده، انا معرفش انا ليه مش هنا مش حاطه برتقان، بس تقريبا في الجرين جوس مش بيحطوا برتقان. اتفضلي يا اخت رنا، مش خساره فيك. اخر حاجه بقى الحاجه اللي انا حشرتها وهي ملهاش لازمه محدش بيحطها، وهي الكيوي. حسيت ان انا ممكن احطه الصراحه. ممكن اخد حته؟ اتفضلي والله ما مستخسره فيكي. بس انا تقريبا ده كيوي ده كيوي طعمه مش حلو. ها ناكل الكيوي بلاش نحطه في العصير. ناكل احنا مش هنحط الكيوي في العصير عشان انا تعبت في تقطيعه وبتاع، فكل اللي اتقال اشاعات. انا ورانا اخوات. اوكي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنحط المكونات اكسبت الكيوي. بصوا بقى يا جماعه، انا عشان احتفظ بالحاجات الخضراء تفضل عايشه معايا فتره ما تتبلش، بعد ما بغسلها بنشفها كويس قوي 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 في مناديل، وبحط عليها بقفلها في بوكس مقفول كويس، واحط عليها من فوق ومن تحت مناديل. فده ايه بقى؟ ده اول حاجه ده كرفس هاخد منه حبه، ده جرجير هاخد منه برده حبه، دي ورق سبانخ كده على مش هقطعه يعني مش مستاهله، ونحطه. ضربته كويس قوي 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 وضربته كتير قوي عشان يكون كل حاجه اتضربت كويس جدا. دلوقتي بقى هنبدا. معلش هناكل كيوي، معلش ناكل رنا كيوي. ده بقى ريحته وحشه. انا بكره الجرين جوز ده قوي، حاسه ان انا جربته مره زمان. يا جماعه بصوا اخيرا خلصته، ورنا مصممه ان هي اللي تصب، فاحنا هنسيبها هي اللي تصب. هتبقى علينا حالا. لا خلاص يا جماعه، واخيرا بجد واخيرا خلصتهم. الموضوع خد وقت جدا ومجهود جدا جدا جدا. الجرين جوس والشمندر على البرتقال والجينجر شوتس. دلوقتي احنا هنجرب الثلاثه انا ورنا من ورا الكاميرات، بس هتقول لنا رايها. هنحط مثلا تلجتين او 3. ده حاسه انه محتاج تقليبه عشان احنا ما صفيناهوش وكده. ده بما انه جينجر شوت فمش هنحط كتير، هنحط شوت 2 شوتس كانه شوت ليا وشوت الرنا مثلا. وده الجرين جوس طريقه معينه. يلا هندوق ايه الاول؟ يلا الجينجر شوت. يلا دوقي. بس ان هي يعني ممكن نسيبها بيست فور ذا لاست. يلا ده بيست فور ذا لاست. طب معلش نبدا بده. انا هدوق الاول. كده كده احنا ده عارفين انه اوحش فيه. ده وحش جدا. يلا بسم الله. ريحته اصلا بصي هو مش بشع زي ما انا تخيلت. دوقي 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 بسرعه. دقتي؟ مش بشع زي ما انا تخيلت. انا كنت متخيله ان هو بشع قوي، بس هو بشع. هو مش بشع قوي بس هو بشع. بس يعني ممكن تحسي ان انت انا حاسه ان ده اللي هيحسسني يعني ده كمان ممكن يبقى شوتس. ده ممكن يبقى شوتس. هم كلهم لازم يبقوا شوت. خدي اشربي بسرعه قبل الكاميرا ما تفصل. يا لا وحش قوي. رنا دوقي. وحش قوي. طب انا هدوق. هدوق ده. ايه قلبك وشك مقلوب. محتاج بس يزيد ميه والله. محتاج يسقع. مش محتاج يتصفى. لا يا جماعه والله ده ما وحش بجد، ده حلو بجد ده حلو. تعالوا بقى ادوق اخر حاجه الجينجر شوت ده. يا جماعه ده بجد ممكن يتشرب عادي. بيحرق يا لهوي مر قوي. بس بالنسبه لي ارحم من ده. انا مش عارفه ليه ده اتحرق. لا طبعا يا جماعه انا بالنسبه لي ده الوحيد اللي ممكن يتشرب عادي، بس هو يخف. انا عاملاه تقيل قوي. لا كان محتاج ميه اكتر
واقدر اشربه كجوس عادي. ممكن يتصفى عشان ابقى صريحه معاكم. هشرب ده يا سلام. بصوا يا جماعه الصراحه ممكن يتصفى عشان ابقى صريحه معاكم ويزيد ميه. ده هيبقى احلى واحد فيهم لان ما فيهوش جنزبيل، والجنزبيل قوي قوي بيدي طعم مراره. ده فعلا هو شط الصبح كده بق زي الدواء وخلاص ما يتكررش تاني، وده برده شط زي الدواء وخلاص. بس هو انت ما قلبتوش قبل ما تحطينا صح؟ لا ما قلفتوش قبل ما فعلا ما نحط منه ابقى ارجه كويس. انا ان شاء الله ناويه امشي انا ورانا على الموضوع ده لمده 20 يوم. انا ورانا لمده 20 يوم، وبعد ال 20 يوم هرجع لكم عشان هنعمل فيديو جديد واقول لكم هل فعلا هو اثر في صحه الاميونيتي بتاعتي، مناعتي بقت احسن ولا لا، هل بشرتي بقت اصفى ولا لا، هل خسسني ولا لا، هل كل الحاجات اللي بتتقال ان هو المفروض ان ده بيعملها، وهو اكيد الحاجات دي بتحسن المناعه. بس مع التجربه بقى هرجع اقول لكم الفيدباك بتاعي. وطبعا طبعا طبعا زي ما اتفقنا ان احنا هنحاول نمشي على هيلثي لايف ستايل مع الموضوع ده، نبقى صحيين، ناكل صحي، وهصور معاكم فيديو كل اسبوع نكون صحيين، ناكل صحي، نعمل حاجات صحيه كتير وبس. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، واكتبوا لي رايكم في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. باي باي.